جدا جدا تحت الحنفيه، وبديت بقى اشيل الحته اللي فوق واللي تحت دي، وافتح الخياره بتاعتي كده فتحه بسيطه جدا، عشان هنعمل مع بعض احلى مخلل الخيار. هتاكلي مخلل الخيار حاجه تانية خالص، بجد مختلف جدا. انا هنا كان عندي حزمه من الكرفس مع فصين 3 من الثوم، وجبتهم كده بقى وهخلطهم معاكم في الكبه زي ما انتم شايفين. خلطتهم وبعدين هجيب الميه دي مفنطره يا بنات. يعني ايه ميه مفنطره؟ من الفلتر لو عندك فلتر. طيب لو ما عنديش فلتر يا فاتن، اغلي ميه على النار وسيبيها لما تهدى خالص. اوعي تعملي من الميه اللي في الحنفيه، غلط جدا، هتخلي الخيار معاكي لونه كده بهتان، مش حلو، وكمان هيهري الخيار بتاعك. حطيت ايه هنا كمان؟ حطيت سنه من الهريسه الشطه. انا الهريسه دي مفرزاها بتاعت السنه اللي فاتت، عايزه بقى هدخلها في اكلات هستخدمها، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر بسم الله الرحمن الرحيم، الشطه الجديده في السوق. ورحت بقى حاطه